ما ينفعش تقول اروح فين في العيد. ليه؟ لان انت اهو قدامك حاجه زي ده، ممشى اهل مصر، واحد من الخروجات الممتعه جدا جدا. هقول لكم الاسعار واقول لكم التفاصيل، بحيث ان انت لو ناوي تيجي هنا تبقى انت عايز تدفع فلوس وتنزل براحتك خالص، انزل واستمتع. عايز تقعد بقى في الجزء العلوي اللي ببلاش، ده ببلاش اهو، مقاعد مجانيه 100 100 اهي. تقعد طبعا، دي كتير كتير قوي قوي يعني، مش ده بس، لا ده كتير جدا، زي مقاعد بعدد شعر راسك حرفيا. الممشى نزوله في العيد ب 30 جنيه، في الايام العاديه ب 20 جنيه، ما عدا خميس جمعه سبت ب 30 جنيه. طيب هقول لكم بقى كل التفاصيل في عجاله عشان الناس اللي حابه ان هي تيجي تبقى عارفه تعمل ايه. طبعا الممشى زي ما انتم شايفين اطلالته عالميه واجواء حلوه قوي قوي. النزول تحت ب 30 جنيه، المراكب ب 100 جنيه، يعني هي زادت طبعا عشان ارتفاع سعر البنزين اللي حصل، فبقت ب 100 جنيه. جوله نص ساعه ممتعه جدا جدا في قلب النيل. النزول تحت مفيش اكل، يعني مثلا ما ينفعش تبقى انت نازل وفي ايدك اكل كده، شنطه كده فيها من المطعم الفلاني، لان طبعا هيقول لك ممنوع النزول بالاكل، تبقى انت قطعت التيكت ومش عارف تنزل، هتقعد تاكله طبعا بره في الشارع. طبعا في تحت عدد كبير جدا من المطاعم والكافيهات. الاسعار هتلاقيها برضو سياحيه شويه، مش هقول لك الاسعار رخيصه، يعني الاسعار طيب انا بقى جايب اكل وعايز اقعد بقى هنا واعيش الممشى قدامك، الجزء العلوي محدش هيقول لك اي حاجه خالص، طبعا الهوا شديد شويه معلش اعذرونا. فحبينا بس كده نشارككم بحاجه حلوه موجوده هنا. اللي حابب ان هو يخرج بتتكلم في 3 كيلو من الجمال زي ما انتم شايفين اهو، ده كله فور فري اهو، ده كله اهو فور فري، ده كله خلاص. انما الجزء اللي تحت ده بكام؟ ب 30 جنيه. طيب كمان من ضمن الحاجات اللي عرفتها ان البادل ده بكام؟ فور فري، يعني البادل اللي قدام حضراتكم ده فور فري. بس طبعا لازم ان انت تدخل الابلكيشن، في ابلكيشن كده اعتقد هو الابلكيشن ده، بتدخل وتعرفهم الميعاد بتاع ان انت هتيجي انت واصحابك، وبيبقى بتيجي هنا تلاقي بيديك الكوره والمضرب وكل حاجه، وهو فور فري فعليا يعني. خلاص، حبيت بس كده اقول لكم على الاوضاع. اللي حابب ان هو يجي ويستمتع اتفضلوا، ده ممشى اهل مصر. اللي معاه فلوس هيقدر يستمتع، اللي مش معاه فلوس دي خروجه تعتبر مجانيه الجزء العلوي، هتكلف بس مواصلاتك. ونصيحتي ليك ما تجيش بالعربيه، لان طبعا الباركينج تحت هتلاقيه غالي شويه، وعشان تركن جوه ممكن تلاقي اهو، بص الشرطه عامله ازاي اهي، بص اهي عربيه الشرطه اهي خارجه من المكان ده. فهي يعني برضو الشرطه بصراحه يعني عامله شغل حلو، عشان ممنوع الوقوف هنا، لان كورنيش المساحه بتاعته مش واسعه قوي، فبيحاول ان هم يبقى ايه في تواجد مروري هنا. بس كده كنت انا عايز اقول لكم دي من الخروجات. وطبعا محطه مترو ماسبيرو هتجيبك هنا الممشى بسرعه جدا. سلام.